السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غنشارك معكم حلوه ديال الفرماج بطريقتي الخاصه بسيطه بدون زيت ولا سكر ولا بيض ولا خميره، وايضا ما غنستخدموش الشوكولاته في التزيين. بسم الله على بركه الله، تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر، ان شاء الله غادي تعجبكم. كنستخدم ثلاثه المكونات الرئيسيه: جوج ملاعق كبار ديال الكوك، حمرتهم وطحنتهم، وخديت 125 غرام ديال الزبده وربع قطع ديال الفرomاج. الا بغيتو تضاعفوا المكونات: 250 غرام ديال الزبده و8 ديال القطع ديال الفرماج و4 ديال الملاعق كبار ديال الكوك محمر ومطحون. كنخلط المكونات جيدا، الزبده والفرماج حتى كينسجم ليا الخليط، وكنضيف ساشي ديال الفاني، وكنضيف الكوك المحمر واللي طحنته. كنخلط المكونات جيدا حتى كتولي بوماد. من بعد كنضيف كأس ونصف دقيق الابيض، احتاجيت في هذه الوصفه كأس عنبه ونصف. من بعد ما كنجمع العجين، كتشوفوا العجينه كتكون طريه، كناخذ الطابع فين غادي نطبع هذه الحلوه. استخدمت هذا الطابع باش بلا ما نستخدم انايا لا شوكولاته في التزيين لا حتى شي حاجه، درت هذا الطابع هذا. ومن بعد كنلويها في سكر كلاصي، صراحه كتجي زوينه في المذاق، والتزيين كيكون بسيط وايضا راقي. كنبدا نعمل كويرات من الحجم الصغير وكنديرها في الطابع، ولا ما كانش متوفر عندكم الطابع ممكن ديروا هذا الطابع هذا، ممكن ديروا اي طابع متوفر عندكم، ولا كاع ما بغيتوش الطابع ممكن تعملوا كويرات. ومن بعد تفندوهم في السكر كلاصي. من بعد كيف كتشوفوا كنكمل جميع الكويرات ديالي. خرجت لي هذه الكميه هذه ديال 125 غرام ديال الزبده، خرجت لي 25 قطعه ديال الحلوه. اذا الناس استخدمتوا 250 غرام ديال الزبده غتخرج لكم تقريبا 50 قطعه، وتبارك الله فيها الخير والبركه. من بعد ما كنكمل لاطه ديالي كيف كتشوفوا كندخلها على نار مهيله لمده 10 دقائق دغيا كتوجد. كناخذ السكر كلاصي، خديت سبيسيال وما ممكن تستخدموا العادي، كنحاول انني نفندها فيها غير باش يبان ليا الشكل ديال الطابع فقط. لهذا داكشي علاش استعملت سكر كلاصي. صراحه هاد الوصفه سهله ودغيا كتوجد. اللي ما عزيزش على الحلويات اللي فيها كثره السكر، سواء كان السكر او الشوكولاته، ممكن تعتمدي هذه الحلوه هذه، راها اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت كتجي بنينه صراحه، والشكل ديالها كيجي زوين. يعني انا كنتمنى منكم تجربوها، ان شاء الله غتعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفه كيف كتشوفوا كتجي معلكه، كتجي صراحه بنينه، يعني كيصحاب لكم انكم راها دايرين ليها السكر من الداخل، وهي راه ما فيها لا سكر لا زيت لا بيض لا خميره، وفي نفس الوقت كتجي معلكه وهشيشه، يعني ما كتجيش قاصحه نهائيا. نتمنى الوصفه الى نالت الاعجاب ديالكم، تخليوا لي لايك وتعليق زوين. السلام.